حدث تاريخي قرعة كأس العالم 2026. طبعا كله عمال يتفرج عليها، ويا ترى احنا مع مين والمجموعة دي مع مين، وكله عمال يتفرج على البلد بتاعته والمنتخب بتاعه. هل هو هيقع في انهي مجموعة؟ هنتكلم على كل التفاصيل دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نعمل يا زميلي لايك ونعمل اشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا المجموعة المكسيك مع جنوب افريقيا مع كوريا مع مين؟ مع ملحق اوروبي. طبعا مجموعة جامدة جدا بتاعت المكسيك وجنوب افريقيا وكوريا، بس فيها شغل جامد جدا. عندنا مجموعة البرازيل اللي فيها طبعا دولة افريقية عربية، وهي مين؟ البرازيل والمغرب وهيتي دي. ما اعرفش المنتخب ده وصل ازاي اصلا. ومعاهم اسكتلندا. انا شايف المجموعه دي يعني ان شاء الله المغرب تقدر تعمل حاجه. طبعا المغرب اخده على المطوشه العالميه خلاص، احنا شفنا المغرب بتوصل في المربع الذهبي، فالمغرب هتعمل حاجه انا دي متاكد منها، ومتاكد هتوصل في المجموعه بتاعتها دي. لو مش اول هي اكيد هتوصل تاني، عشان نبقوا عارفين يعني على نور. البرازيل جامده اي نعم. مجموعة ألمانيا وكوستاريكا وساحل العاج والإكوادور، مجموعة جامدة جدا للمنتخب الكوت ديفوار اللي وقع فيها الصراحة. معاك إكوادور ومعاك كوستاريكا ومعاك ألمانيا. إيه ده؟ إيه ده؟ لا مجموعة جامدة جدا عشان نكون صراحة مع بعضينا. مجموعة مين؟ الفراعنة. تعالالي تعالالي. مجموعة مصر. مصر واقع معاها مين؟ معاها بلجيكا وايران ونيوزيلندا. قول لي صعبه، انا عايزك تقول لي صعبه، ما تقنعنيش بقى. ما تقوليش ايه ده ايه ده المجموعه دي ونفكر بقى وبتاع. تفكر في ايه؟ هنعمل زي 2018. 2018 ما كانش معانا حد. كان معانا روسيا واوروجواي ومعانا مين؟ ومعانا السعوديه. وقلنا بس ده احنا وصلنا وفي الاخر عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. السنه دي بقى القرعه يعني تسلم ايد اللي شال لنا القرعه دي. ليه بقى يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ بلجيكا احنا متعودين معاها منتخب عالمي، بس الدنيا حلوه معاها يعني، مش اللي ترعبك، مش اللي ترعبك. ومعاك ايران عادي برضه. انا شايف ايران في المتناول يعني، فريق منتخب جامد جدا، بس انك تقدر تعمل حاجه. نيوزيلندا لو ما كسبتهاش انت وصلت ليه؟ يعني انا شايف كده، نيوزيلندا لو انت ما كسبتهاش امال انت وصلت ليه؟ دي حاجه. نخش على مجموعه اللي فيها السنغال بقى. معاك فرنسا والسنغال، وفي الملحق طبعا العالمي لسه اللي هيصفوا مع بعضيهم، ومعاك النرويج. جامده جامده. انت معاك ملحق عالمي هيوصل معاك منتخب برضو قوي. معاك النرويج اللي فيها هالاند، ومعاك فرنسا. السنغال واقع في مجموعه جامده جدا يا جماعه. نيجي في المجموعه اللي بعديها مجموعه البرتغال معاها ملحق برضو عالمي لسه هيصفوا مع بعض، واوزبكستان وكولومبيا. مجموعه البرتغال شايفها كويسه. انا شايف مجموعه البرتغال كويسه. نخش في المجموعه بتاعت كندا. كندا معاها ملحق اوروبي في منتخب قوي، انا بقول لك هيوصل معاهم. كندا معاهم الملحق، ومعاهم قطر ومعاهم سويسرا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. قطر يا جماعه معاها مجموعه جامده. قطر معاها كندا وفي ملحق اوروبي ومعاها سويسرا. قطر كده شكلها مع السلامه في المجاميع. امريكا معاها مين؟ معاها الباراغواي واستراليا وفي ملحق اوروبي برضو، مجموعه جامده. هولندا واليابان وملحق اوروبي معاهم تونس واقعه في مجموعه جامده جدا. تونس معاها هولندا واليابان وفي ملحق اوروبي. يعني ربنا يكون معاهم في تونس ان شاء الله، يا رب تعمل برضو اداء مشرف ان شاء الله بالتوفيق يعني. السعوديه في مجموعه موت برضو، هي وكاب فيردي الممثله الافريقيه. معاهم مين؟ معاهم اسبانيا والاوروغواي. الاوروغواي واسبانيا وكاب فيردي والسعوديه، مجموعه جامده. عندك الارجنتين معاها مين؟ معاها الجزائر والنمسا والاردن. معانا منتخبين عربي في نفس المجموعه، الاردن والجزائر والنمسا والارجنتين. انا شايف مجموعه جامده جدا للجزائر والاردن. النمسا جامده جدا، عاملين مواسم جامده جدا شفناهم في كاس العالم اللي فات. الارجنتين حدث ولا حرج. هي حمل اللقب اللي فات. اخر مجموعه معانا وهي بتاعت انجلترا وغانا، مجموعه جامده جدا. انجلترا كرواتيا غانا بنما.
يا جماعه المجاميع جامده جدا، انا شايف المجاميع كلها جامده ومحتاجه شغل جامد جدا. او بنتكلم في مصر، مصر انا شايفها من المجاميع الرايقه. يعني ما تقارنش مجموعه مصر بمجموعه تونس، بمجموعه المغرب، مجموعه السعوديه، لا ما تقارنهمش خالص. ده حاجه وده حاجه. مصر انا شايفها مجموعه كويسه جدا. نيوزيلندا انت تقدر تكسبها. ايران تقدر اللي انت تتحدى معاها، تتعادل، تكسب، تعمل اي حاجه معاها ايران. بلجيكا انت لو خسرت منها بقى بالنسبه للماتشين دول انت توصل حتى لو خسرت من بلجيكا، بس انا شايف برضه بلجيكا انت تقدر تعمل معاها حاجه. دي المجاميع اللي انا شايفها. لكن بقى هتكلمني بقى في تفاصيل تانية، لا كابتن حسام حسن لازم يفوق جامد جدا، واحنا هنشوف كابتن حسام حسن هيكمل معانا كاس العالم بالاداء اللي هنتابعه في افريقيا. افريقيا كابتن حسام حسن عمل حاجه وعمل انجاز ووصل، وان شاء الله نكسب افريقيا، مع انها تبقى صعبه جدا ان في المغرب، والمغرب طبعا مرشحه بقوه للبطوله دي. بس احنا هنشوف وهنتفرج، وعلى البطوله دي على اساس انا بقولها لك كابتن حسام حسن هيكمل ولا لا. عندنا بقى يا جماعه اخبار وحشه لنادي الزمالك جدا. ليه بقى؟ نادي الزمالك كل شويه ايقاف قيد، كل شويه ده فسخ عقده، كل شويه ده مشى، ده عمل، ده رافع عليه قضيه، ده ايه ده؟ الزمالك فيه كوارث. انا اول مره اشوف الزمالك في الوضعيه دي. لسه النهارده خبر طازه يقول لك بنتايج، ماله بنتايج فسخ العقد بتاعه ليه؟ عشان خاطر المستحقات بتاعته. ايه ده؟ لا الزمالك في تدهور جامد جدا. الزمالك مش غرق، الزمالك انا شايفه بوظ. الزمالك لازم رجال الاعمال الناس كلها تتحد بقوه عشان خاطر يقدروا يوقفوا الزمالك على رجليه تاني. الزمالك كده بيضيع، لازم يلحقوه. ده حاجه. طبعا النادي الاهلي خبرين كانوا وحشين جدا، اصابه كريم فؤاد وبن شرقي، وان شاء الله في يناير الجاي بقى في رجوع الدوري باذن الله يكونوا جاهزين معانا. في الصفقه اللي احنا خلاص شايفينها كويسه جدا، الصفقه وهي يوسف بالعمري. يوسف بالعمري الباك الشمال لنادي الرجاء البيضاوي. طبعا صفقه كويسه جدا، وانا شايف هيعمل اداء كويس جدا مع النادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق ليوسف بالعمري. بس خلاص الصفقه خلاص يعني 90% باذن الله. دي صفقه النادي الاهلي. المهاجمين احنا عمالين ندور ان شاء الله، يعني يا ريت بقى نخلص في ابراهيم دياباتي. يا ريت نخلص فيه عشان نخلص مجموع الصفقات ديت. لسه في صفقات جامده جدا. الاهلي في صفقه في الدفاع، قلب الدفاع لسه الاهلي ما خلصش فيها. الباك الشمال الى حد ما بنخلص فيه، وفي 2 مهاجمين مش مهاجم واحد، في 2 مهاجمين الاهلي شغال عليه بقوه عشان خاطر يخلص فيهم. هنتكلم في كل الصفقات ديت بس لما نتاكد الاول عشان خاطر نطلع نتكلم على بكل صراحه. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. ما تنساش المتابعه والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.